برطمان العسل ده بالنسبة لي مش مجرد برطمان عادي، لأنه بيعني ليا الكثير. أولهم ان انا نجحت في حياتي، مش بس ان انا عملت شغل كويس مع ناس او ممكن اكون بدعي النجاح. فبرطمان العسل ده لما وصل لي هنا في الامارات عرفني قد ايه البيرسونال براندنج حاجه مهمه فعلا، مش بس الكلام اللي احنا كنا بنقوله للناس ان انت لازم يبقى عندك بيرسونال براندنج ولازم تستثمر في ده بشكل قوي. ده مجرد كلام او ممكن نكون بنبيع كلام. تعالوا اقول لكم برطمان العسل ده ايه قصته معايا. بس لو انت مهتم بالمحتوى ده ما تنساش تعمل سبسكرايب في الشانل، تفعل زر الجرس، تديني لايك متين، ويلا بينا نخش واقول لك برطمان العسل ده بيعني لي ايه. في سنه 2021 انا كنت مشهور قوي في حته رياده الاعمال والبيزنس ديفلوبمنت، وازاي اقدر اقلب لك الشركه بتاعتك من انها تكون بتخسر بشكل رهيب وانت يائس من الموضوع فعلا لانها تحقق مكاسب خياليه. بس مش ده موضوعنا انه في وسط الاحداث دي، في وسط الاستشارات اللي كنت بعملها اونلاين، دخل لي حد عايش في المانيا، راجل كبير في السن متقاعد، كان بيشتغل في شركه سيمنز فتره طويله جدا من حياته، وقرر انه لازم يعمل مشروع لنفسه عشان خاطر يتقاعد بقى خلاص، هيعمل مشروع ويكسب ويعمل انفستمنت ويقعد في البيت. وكان الاقتراح انه هو عايز يعمل حاجات هيلسي للناس الكبيره في السن وكده، تحسن جوده صحتهم يعني. المهم اديته الاستشاره وعرفته ازاي يبدا ومعاه كام ويستغل فلوسه ازاي عشان ما يتنصبش عليه. وتمر الايام، والنهارده في 2025 انا موجود في الامارات، الاقي رقم غريب بيتصل بيا من بلد افريقيه، سيبيريا تقريبا او حاجه زي كده. فما بهتمش وبقرر ان انا اكنسل المكالمه. اتصلت اكتر من مره فرديت، لقيته هو الشخص اللي انا عملت له الاستشاره من تقريبا 4 سنين، وقال لي انا دلوقتي فعلا عملت المشاريع واللي انا قلت لك عليها ونجحت بشكل كبير، وما شاء الله الاستشاره بتاعتك مثمره جدا، وجاي اقول لك النهارده انه انا عامل عسل جديد وحابب ان انت تجربه وتقول لي رايك وتديني استشارتك في ان انت ازاي نقدر ننهانس البرودكت ده. فقلت له انا، قال لي هبعته لك في مصر. قلت له انا مش في مصر دلوقتي. قال لي انت قاعد فين؟ قلت له انا قاعد في الامارات في ابو ظبي. فقال لي طب حلو، انا ليا اخ قاعد في هنا جنبك في ابو ظبي برضو، وهو جاي لي هيقعد معايا شويه وهيرجع من عندي، فانا هديله برطمان العسل وهيرجع بيه الامارات فيسلمه لك في ابو ظبي، انت تجربه، ولما تنزل مصر نبدا شغل مع بعض على العسل ده. فتخيل ان البرطمان وصل. دي لحظه انا عمري ما هنساها، انه ازاي انا كنت شخص مصري عايش في مصر من 4 سنين بشتغل على البيرسونال براندنج بتاعي، بحاول ان انا ابيلد كونتنت مفيد ومهم للناس، ويخش لي حد من المانيا اصلا مش موجود هنا فاعمل له الاستشاره فعلا، وبعد 4 سنين هو يبقى في سيبيريا تقريبا وانا موجود في الامارات، واخوه يمني يبعت لي البرطمان اجربه وننزل مصر ونشتغل له في الشركه بتاعتنا في مصر. صدقوني البيرسونال براندنج حاجه قويه مرعبه، ولو بعد حين لازم تشتغل على البيرسونال براندنج بتاعك، لازم تعمل كونتنت يبقى مفيد للناس، لازم تقدم للناس نوليدج حقيقيه الناس تستفيد منك فيها، مش بس ان انت بتعمل فيديوهات وتظهر بشكل حلو او لوك حلو. لا، انت مهم جدا انك تبقى بتقدم فاليو حقيقيه للناس، بتقدم قيمه للناس وبتقدم معلومات حقيقيه، وتذاكر طول الوقت عشان الناس تحط ثقتها فيك. ان كنت في اخر العالم، غيرت مكانك في اي وقت في الدنيا، نقلت اعمالك من بلدك لبلد تانية لبلد تالتة، فانت البيرسونال براندنج بتاعك هو اللي هيفضل يبيع لك البرودكت او السيرفيس بتاعتك ولو بعد حين. الفيديو ده يا رب يكون ملهم لناس كتير، ولو عايز تعرف قصص كتيره من النجاحات اللي عملتها اشترك في القناه، فعل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم، وشكرا على برطمان العسل ده، شكرا.